السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات موني. النهاردة وصفتنا مختلفة تماما، وصفتنا يعني توفير، وكمان هنفرز منها بكيلو وراك واحد بس، كيلو واحد بس من الوراك. أيوة بقول هو كيلو، هنعمل منها أحلى شيش طاووق ويطلع معايا بكمية حلوة جدا، وكمان هنطلع منها مرقة تنفع معانا لأي محشي، لأي ملوخية عايزين نعملها، طبق جانبي جنب أي أكل نقدر نضيف منه على أي أكلة احنا حابينها. وكمان هنفرز منها لرمضان بجد بكيلو وراك بس. أيوة أنا زي ما بقولك كده بكيلو وراك بس هنعمل كل ده. وصفتنا حلوة جدا، تشرف جدا في العزومات بأقل التكلفة. هقولك تعملي ايه. بصوا شايفين شكلها حلو ازاي، والكمية معايا طالعة حلوة ازاي، واحلى شوربة اهي بجد ممكن تعمليها. تعالوا معايا نبدأ وصفتنا واقول لكم انا عملت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الوراك بتاعتي، انا غسلتها كويس جدا وقطعتها كده بالشكل دوت علشان لو في اي دم ينزل منها، ونقعتها في المحلول بتاعي اللي هو عبارة عن ملح وليمون. ما حطيتش خل، لا حطيت كده معلقتين دقيق وسبتهم في الميه حوالي ساعه ينزلوا كل الدم اللي فيهم. قسمت الوراك بتاعتي بالشكل ده، اخدت الدبابيس وهشيلها على جنب دلوقتي، واخد الجزء التاني من الوراك هبدأ اشيل الجلد بتاعه كده بالشكل ده. انا كنت مبيتاها في التلاجة يوم علشان تنزل الدم اللي فيها كويس جدا، ورجعت شطفتها تاني. بصوا الجلد بيتشيل بكل سهولة، هشيله كده بالشكل ده سهل خالص اهو. شلت الجلد كله بقوا معايا كده، هشيله في طبق على جنب، مش هرميه طبعا. وهاخد بقى ظهر الوراك كده وابدأ اشيل العظم من اللحم وابدأ اخليها تماما بالشكل ده. هي مش صعبة خالص، سهلة. بصوا من عند اخر العظمية كده، وافضل اشيل كده بالسكينة، هتطلع معايا بكل سهولة على قد ما اقدر ان انا اخد اللحم منها ما يبقاش فيها عظم كده. بصوا خلي بالي كويس جدا ان ما يبقاش فيه اي قطعة من العظم. ودي العظمية اللي هي الطويلة برضو هشيلها، تتشال معايا بكل سهولة. بالشكل ده. هو الموضوع مش صعب خالص، لا حلو جدا. بصوا ده اللحم بتاع الشيش طاووق. هنعمل واحدة تانية. طيب انتوا هتقولوا لي طبعا ليه يا موني انتي مش ممكن تشتريه جاهز من غير ما انتي تخليه كده؟ لا على فكرة انتي لو جبتيه جاهز مش هيعمل معاكي السعر اللي احنا جايبين بيه الوراك دوت. انا كيلو وراك بس يعني عمل معايا سعر حلو جدا، لكن لو انا هجيبه مخلي هجيبه باكتر من كده بكتير، وكمان مش هستفاد بباقي الوصفة اللي انا عايزة اعملها النهاردة. الوصفة دي مميزة جدا حقيقة، هتفيدكم في كذا اكلة، وحقيقي حلو جدا بجد يعني استفادوا منها قوي. اخلي بالي بقى في اللحم كده، ابص كويس عشان لو في اي عظم يتشال، حتى لو عظم صغير هيتشال معايا بكل سهولة. وبدأت اهو اخلي، انا بقى عملت واحدة تانية للتأكيد. بصوا طلعت معايا بكل سهولة. حلوة جدا كده، انا خلصتهم. دي الوراك اهي معايا، شايفين الحتة البيضة دي انا ما شلتهاش، هي دي بقى اساس الوصفة اصلا. ودي الدبابيس هشيلها على جنب دلوقتي. وده اللي طلع من الوراك ده بقى هشيله على جنب، ده حقيقي تحفة مش هرميه.
هاخد بقى قطعة كده وابدأ اقطعهم كده قطع كبيرة بالشكل ده. اهي الحتة دي حلوة جدا، بلاش نرميها يا جماعة، الحتة دي اساس الشيش طاووق اساسا، عايزاه يطلع طعمه حلو جدا لازم يبقى فيه القطع دي. انتي كمان لما بتجيبي شاورما من بره هما مش بيعملوا الشاورما من الصدور، هما بيعملوها من الوراك، وبيبقى لازم فيها الدهن بتاع الوراك ده، هو ده اللي بيحلي الشاورما وبيخليها جوسي معايا، وبجد بتبقى طرية وتحفة. خلاص قطعناها وغسلتها كويس جدا بمية وملح وصفيتها كويس جدا. هجيب بقى كاتشب، يعني حوالي معلقة كاتشب كبيرة، انا خلاص من عندي لقيت عندي كيسين، وهنزل بكوباية زبادي كبيرة، ومستردة معلقة كبيرة، وصويا صوص، ودبس رمان برضو من كل حاجة معلقة، ومعلقة عسل كبيرة، والبهارات بقى كركم، جنزبيل، ملح، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، او اي بهارات انت حباها، بس بلاش كزبرة. ونزلت معلقتين زيت كبار، وبالمضرب الصغير بتاعي هقلب كل ده مع بعض لحد ما المكونات كله يمتزج مع بعض كويس جدا بالشكل ده، وتديني اللون ده اللي انتوا شايفينه، والملح يدوب معايا. هاخد قطع الوراك بعد ما اتصفت كويس جدا، هنزل بيهم في التتبيلة دي، بجد حلوة جدا، روعة بجد، روعة حقيقي يعني. انا نسيت اقول لكم، انا نزلت كمان بمعلقة خل صغيرة، بس كده خلصتها. هسيبها في التتبيلة دي كده، لو عايزة تبيتيها من بالليل اعمليها تبقى احلى واحلى، بس انا سبتها ساعة، او عايزة تسيبيها ساعتين هيبقى برضو حلو جدا لحد ما اخلص الخضار بتاعي. جبت فلفل حامي وهقطعه بالطول ده، وفلفل بقى الوان، يعني احمر واصفر، هطلعه برضو هقطعه بالسمك كده مكعبات كده تكون متساوية علشان الشكل في الاخر يطلع معايا كويس. انا جبت من كل حاجة فلفلاية بس، يعني التقطيعة دي هتعمل معاك كمية حلوة. وبدأت احط كده الفلفل كله في علبة لوحده، ودي الطماطم هقطعها برضو بالشكل ده مكعبات كده، اقسمها، يعني قسمتها كده على 4، دي كمية كافية. وبرضو بصل هقطعه بنفس تقطيعة الفلفل والطماطم علشان كله يبقى سمك واحد بالشكل ده. بس كده ده الخضار اللي انا قطعته. هجيب بقى عصيان الشيش طاووق بتاعي، وهبدأ بقى ان انا اعمله. هقولك ترصيه ازاي. لازم تحت كده في الاول امسك العصاية بتاعت الشيش طاووق بالخضار من تحت، وبعدين احط واحدة مثلا من شيش طاووق، وبعدين احط بقى ايه الوان على حسب بقى انتي حابة ده الاول ده كده. نعمل بقى صينية بقى دي لوحدها بالفلفل، وواحدة تانية من غير فلفل. هنبدأ كده نرص مع بعض. انا هبدأ كده باللي من غير فلفل الاول. بصوا يا جماعة كيلو وراك، بصوا الكمية حلوة قد ايه، هتعمل معايا كمية حلوة جدا من الشيش طاووق. مش هتصدقي بجد الكمية دي كلها طلعت من كيلو وراك بس، لا واحنا كمان اخدنا منه لوصفات تانية. بصوا اساسا الشيش طاووق ده بجد حلو جدا، طعمه فظيع، الوانه مع بعض كده كلها الاطفال بتحبه، جميل جدا.
بصوا بقى وانا برص الطبقات كده، يعني تقابلني مثلا حته من اللي هي الجلد، مش الجلد، اللي هي الدهنه بتاعه الوراك، هحطها في النص علشان دي بتخلي الشيش طاووق بجد طري وحلو جدا، وهينزل معانا احلى صوص بجد، هيبقى فظيع لما يستوى. هتشوفوا دلوقتي. بصوا عملت معايا الكميه دي كلها، عملت صينيه بالفلفل وصينيه من غير فلفل الوان بس، وباقي التتبيله هشيلها على جنب. هدخلهم الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 او 200، حلو جدا لحد ما يستوى معايا. جبت باقي التتبيلة ونزلت عليها بحبة ملح، وما كانش عندي زبادي خلاص من عندي، رحت نزلت بمعلقتين لبن كبار، ونزلت كده بباقي الدبابيس الوراك معايا بالشكل ده، وخليهم يتقلبوا في التتبيلة كويس جدا عشان يشربوا منها كويس جدا. وجبت باقي الفلفل اللي فضل معايا وباقي البصل المتقطع، نزلت بيه كده عليه واقلبهم كده كلهم مع بعض. وهرصهم في علبة بالشكل ده، وهنزل عليهم على الوش كده بباقي التتبيلة، ودي هسيبها على جنب، يعني حوالي عبال بقى مخلص الاكل واغرف وكده، هسيبها على جنب ساعة الاول تتبل، وبعد كده هشيلها في الفريزر لتفريزات رمضان، نطلعها جنب اي اكلة، يبقى احنا كده وفرنا. ودي فكرة حلوة جدا. جبت حلة مليتها مية، يعني مش مليتها قوي، نصها كده مية، ونزلت عليها بصل وجزر وورق لوري وحبهان ومستكة. هنا بقى هنعمل احلى شوربة بجد، مش هتصدقي طعم الشوربة ولونها حاجة كده فظيعة بجد، حلوة جدا بجد، هتعتمديها بالشكل ده. تعملي منها بقى مرقة، يعني عملنا مرقة اهو من غير فراخ، مرقة من غير فراخ يا جماعة، هنستخدمها في وصفات كتير جدا. في وقت انتي مزنوقة معكيش فلوس تجيبي فرخة، لا هيبقى عندك اهو المرقة، تشيليها في الفريزر وتستخدميها في وصفات كتيرة. هنحطها على النار هتغلي، نحط عليها باقي الحاجات اللي طلعت من الشيش طاووق، وهتبقى معانا احلى مرقة نستخدمها في وصفات كتير. هنا الشيش طاووق استوى معايا وطلع بالشكل الجميل ده. عملت رز بسمتي او رز على فكرة عادي مصري، ممكن تعمليه وتعمليه بالكركم بس وملح وفلفل اسمر، مش اكتر من كده. وبدأت ارص عليه الشيش طاووق من فوق بالشكل ده. عمل معايا كمية حلوة جدا، صينيتين، يعني عمل معايا حوالي كده 1 2 3 يعني 11 واحدة من كيلو وراك، بس عملنا 11 قطعة، ورصيتهم بالشكل ده، وخدت من الصوص ونزلت عليهم كده. وباقي الصينية هنزل كده ارصهم في طبق تاني للتقديم. بجد كمية حلوة جدا، وصفة موفرة جدا، طعمها والله بجد تحفة تحفة حقيقي بجد، مش هتندمي ان انتي هتجربيها كده. ودي الشوربة اهو اللي احنا عملناها. احنا هناخد الشوربة والحاجات بقى اللي هي الجلد وباقي الحاجات بتاعت الوراك ممكن نحطها لقطة، يبقى احنا كده خدنا ثواب، وفي نفس الوقت استفدنا من الشوربة بتاعتها نعمل بيها احلى الوصفات. هتدعي لي بجد لو جربتيها. بصي الشوربة لونها حلو ازاي، وكمان فرزنا كمان لرمضان علشان يبقى عندنا حاجات كويسة وتوفر معانا. بس كده دي كانت وصفتي النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.